السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخنا؟ حياك الله، اتفضل. شيخ وليد، والله أني سني الحمد لله، بس أنا واجهتني مشكلة بالدين وأتمنى أنك اتفضل. تساعدني. عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه وأرضاه: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس عمر بن الخطاب زاد في كتاب الله تعالى لكتبتها. نعم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجهما البتة. نعم. صح؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى حفظ القرآن، ليش هاي الآية مو مكتوبة بالقرآن؟ بص يا سيدي، في حاجة اسمها المنسوخات في القرآن الكريم، والآية دي بالذات باتفاق أهل السنة والجماعة وباتفاق الشيعة أنها نسخت تلاوة، ولكن بقي الحكم. يعني شلون؟ فالحديث أساسا يدل على كمان أن القرآن محفوظ من قبل الله عز وجل، وأنه محفوظ في صدور الرجال. لو تلاحظ أن عمر بن الخطاب قال: أخشى أن يقول الناس زاد عمر لكتبتها بيدي. يعني لولا الناس أن يقولوا زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. طب هو بيقول الكلام ده ليه؟ لأنه ليش؟ خاف أن الناس لا تطبق حد الرجم، لأنه ليس موجودا في كتاب الله عز وجل. لأنه ليس موجودا في كتاب الله عز وجل. ولذلك في أول حديث كان يقول: رجمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رجم رسول الله فرجمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يطول الزمان على الناس فلا يجدون آية الرجم فيتوقفوا عن إيه؟ عن الرجم. نعم. تمام؟ مشكور. ده الشيعة أخذوا كمان الحديث ده وبقول لك: بص، القرآن محرف فين؟ ده عمر بن الخطاب يؤكد ان القرآن محفوظ، ولو زاد آية عشان الناس حافظة القرآن الكريم فتقول لك ايه؟ زاد عمر، يعني يعرفوا ايه الزيادة في القرآن الكريم. فالله المستعان. صحيح. حياك الله مشكور يا غالي، شيخ، الله ربي يبارك يحفظك. فيك. اتفضل.